مدينة الصمود. من آسفي خرج الحلم من أعماق البحر. القرش المسفيوي شق طريقه وسط الأمواج العاتية، وها هو اليوم يعتلي العرش. فريق أولمبيك آسفي الذي عانى طويلاً وواجه الصعاب سنوات وسنوات، كتب اسمه بحروف من ذهب في تاريخ الكرة المغربية. نهائي كأس العرش، نهائي لا يقبل القسمة على اثنين. خصم عنيد اسمه نهضة بركان، فريق يعرف كيف يقاتل في النهائيات. لكن الليلة كانت ليلة القرش، لا أحد يستطيع الوقوف في طريقه. القروش الزرقاء دخلوا برغبة، بإيمان، بروح لا تقهر. هجمات مشتعلة، قلوب في المدرجات ترتجف، وفي النهاية الحسم كان من نصيب القرش. اللحظة الخالدة، تتويج تاريخي وفرحة لا توصف، والتتويج يصبح أروع حين تسلم القائد الكأس من يد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد. مشهد سيبقى في ذاكرة كل مسفيوي وكل عاشق لكرة القدم المغربية. نعم، أولمبيك آسفي يتوج بكأس العرش لأول مرة في تاريخه. دموع، فرح، فخر وعناق بين اللاعبين والجماهير. لحظة تاريخية لن تنسى أبداً. هنيئاً لآسفي، هنيئاً للقرش المسفيوي. هذا اللقب ليس مجرد كأس، إنه بداية أسطورة.